هاد القصة اللي غنعاود لكم اليوم وقعت في مدينة أكادير وبالضبط في سنة 2013. قصة بدات ببلاغ عادي للبوليس، ولكن تحولات اللغز حير المحققين وكشف على أسرار ما كانش على البال. في واحد النهار وبالضبط في حي سكني معروف في أكادير، واحد السيد سميتو عبد الجليل ساكن في الطاج الرابع ديال شي عمارة. طلع للسطح باش يكمي كارو حيت ما بغاش يكمي في الدار وتشم بنته الريحة. غير طلع وهو يتصدم بمنظر غريب، لقى واحد الراجل طايح في الأرض ما ممدد وما كيتحركش. عبد الجليل قرب منه عيط عليه ولكن والو، السيد ما كيجاوبش وما كيتنفسش. عبد الجليل نزل كيجري عند العساس ومن بعد اتصلوا بالبوليس. في ظرف دقائق الدنيا تقلبات وحضرات الشرطة العلمية والضابطة القضائية لعين المكان. ملي طلعوا للسطح لقاو فعلا جثة ديال رجل في بداية السبعينات من عمره، لابس حوايج الدار يعني كيطمع عادية وما هاز معاه حتى شي وراق ديال الهوية. الغريب في الأمر هو أن هاد السيد حفيان وما لابسش صباطو. الشرطة بدات المعاينة الأولية. الجثة كان باين عليها بلي داز عليها وقت طويل، يعني السيد مات هادي أكثر من 24 ساعة حيت اللون الجلد بدا كيزرق. الحاجة اللي زادت تحيرات البوليس هي أن الجسد ديالو ما فيه حتى شي آثار ديال العنف، لا جرح لا ضرب لا خنق، من غير واحد الكبمة صغيرة في حنكو اللي غالبا وقعات من اللي طاح ولا من اللي تلاح تما. السؤال الكبير اللي طرحوه المحققين هو شكون هاد السيد؟ واش كيسكن في هاد العمارة؟ وكيفاش وصل للسطح وهو ميت؟ بداو البوليس كيسولوا السكان ديال العمارة واحد بواحد وحتى العساس، ولكن المفاجأة كانت أن حتى واحد ما تعرف عليه. كل شيء أكد باللي هاد السيد ماشي من السكان وعمرهم شافوه كيدور في ديك الجوايه. هنا تأكد البوليس باللي القضية فيها وباللي الجثة غالبا نقلات من بلاصة أخرى وتحطات في داك السطح باش يتخلصوا منها. الخطوة التالية كانت هي التشريح الطبي ورفع البصمات، ومن خلال البصمات قدرت الشرطة تحدد هوية الضحية. السيد سميتو عزيز، في عمره 68 سنة، موظف متقاعد وكيسكن في حي آخر بعيد على ديك العمارة. تحريات بينات باللي عزيز كان أرمل، مرته توفات هذه مدة وعنده ولادو ولكن كلهم مزوجين وساكنين في مدن بعيدة، يعني كان عايش بوحده في الدار. ملي سولوا الجيران ديالو والمعارف كل شي شكر فيه، قالوا باللي عزيز كان إنسان طيب معقول ما عنده مشاكل مع حد وكيعيش حياة هادئة بين الدار والجامع والقهوة. هادشي زاد عقد القضية حيث ما كاين حتى دافع باين للانتقام أو القتل. تقرير الطب الشرعي نزل بحال الصاعقة وكشف الحقيقة. تقرير قال باللي وفاة عزيز كانت طبيعية في الظاهر، ولكن السبب الحقيقي هو سكتة قلبية مفاجئة. والسبب ديال هاد السكتة هو أن عزيز خدا جرعة زايدة من منشط جنسي قوي، وبحكم أنه كان كيعاني من السكر والطونسيون القلب ديالو ما تحملش المجهود وتوقف. هنا البوليس فهموا باللي عزيز ما ماتش مقتول بطريقة دموية، ولكن مات في ظروف مشبوهة، وغالبا كان في شي جلسة حميمية من اللي وقعت الوفاة. ولكن فين ومع من؟ رجعوا المحققين للعمارة فين لقاو الجثة وبداو كيبحثوا بدقة واش كاين شي شقة تما كتكرا بالليلة للكراء اليومي. وفعلا وصلوا لواحد السمسار مكلف بشقة في ديك العمارة نيت. ملي حقوا معاه وجبدوا السجلات لقاو باللي في ديك الليلة اللي مات فيها عزيز الشقة كانت مكتارية لواحد السيدة سميتها نورة، شابة في الثلاثينات. جابوها للتحقيق. في الأول بدات كتنكر وكتراوغ، ولكن ملي حاصروها البوليس الأدلة وبالتوقيت نهارت وعاودت كل شيء. اعترفت نورة باللي هي كتمتهن الدعارة وباللي عزيز كان زبون ديالها واتفق معها يجي عندها لديك الشقة اللي كراتها. عزيز جا في الليل ودخل عندها وخدا الحبة المنشطة، ولكن غير داز شوية الوقت السيد بدا كيتخنق، لونه تبدل وفجأة طاح وسكت قلبه. نورة تخلعات، لقات راسها قدام جثة في وسط شقة مفروشة، وعرفت باللي لا عيطت للإسعاف ولا البوليس غادي تمشي للحبس بتهمة الدعارة والفساد وممكن حتى تهمة القتل. الخوف عمالها عينيها وفكرت في خطة شيطانية باش تفك من الجثة. اتصلت نورة بصاحبتها وقالت لها تجي عندها ضروري وبسرعة. ملي جات صاحبتها نورة كذبات عليها وقالت لها باللي السيد غير سخفان وفاقد الوعي
وطلبات منها تعاونها باش يطلعوه للسطح يضربوا البرد ويفيق، حيت ما بغاتش السمسار يجي يلقاه في الدار وتفضح. صاحبتها صدقاتها في الأول وتعاونوا بجوج، هزوا عزيز اللي كان جثة هامدة وطلعوه في الدروج بصعوبة حتى السطح وحطوه في ديك البلاصة فين لقاه الجار في الصباح. نورا كانت عارفة باللي هو ميت، ولكن خلاته تما وهربات هي وصاحبتها وخلاو سرهم مدفون في السطح حتى اكتشفوا الصباح. في النهاية القضاء قال الكلمة ديالو، نورا تحكم عليها ب10 سنين ديال الحبس النافذ بتهمة الدعارة وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر وإخفاء جثة، وصاحبتها اللي شاركت في المحاولة ديال الإخفاء وخا ما كانتش عارفة باللي راه ميت في البداية، خدات 4 سنين ديال الحبس. وهكا تسد الملف ديال جثة السطح اللي كشف كيفاش لحظة ديال طيش وشهوة تقدر تسالي بمأساة وتشرد عائلات وتدي مولاها الهاوية. الله يحفظنا ويحفظكم، ونتلاقاو في قصة جديدة.